قاعده، ومن هنا عشان اعمل لها مكان اللي هي اقورها منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقور البطاطس اهو كده، واللحمه انا معصجاها. طبعا اللحمه بردك تعصيجها سهل، تحطي البصلايه وبتحطي اللحمه، يا اما تحطي اللحمه الاول وبعد كده البصلايه، وتحطي لها الشطه والبتاع ده، قصدي الفلفل الاسود والملح، وخلاص على كده اتعصجت. عايزه بقى تحط لها، في ناس بيحبوا يحطوا لها جزرايه، يحطوا لها مش عارفه ايه تاني، فلفل. لا انا عملتها بس بالبصلايه بس، اسهل حاجه اهو. تقوري البطاطس كده اهو وتغسليها، ونرجع مع بعض وانا بحمرها. بحمر البطاطس تاخد لون كده اللي انا قورتها. اخدت معلقتين زيت من اللي انا محمره في البطاطس، ودي بصلايه اهي، بصلايه وسط، والبطاطس اللي حمرتها اهي. هنزل على البصله بملح وفلفل، البصله خدت لون بسيط كده، هنزل عليها بالقوطه. دي قوطه مش كتير، يعني حوالي كوبايتين قوطه. البطاطس هي بعد ما حمرتها وحطيت قرنين فلفل كده، بس طبعا دول ما حمرتهمش، يعني هعملهم كده اهو. ودي اللحمه اللي انا معصجاها، بس الحاجه اللي انا زودتها في اللحمه دي ان انا حطيت فصين توم بس، والبصل وعصجتها عادي. ده القلب بتاع البطاطس، قلت لكم انا حطيته في ميه وطلعته، يعني غسلته حلو قوي، وبعد كده حطيته في مصفى الصف. تسبيكه هي اتسبكت، بس مش تسبيك قوي زي بتاعه الطبيخ، يعني خفيفه ولا خفيفه ولا تقيله. القلب بتاع البطاطس هو غسلته وبصفيه عشان هعمله بطاطس مهروسه، يا اما احط عليه شويه ملح واحطه في كيس واحطه في الفريزر، اعمله في اي وقت. انا كنت هحطه في الصينيه في قعده الصينيه، فقلت لا، يعني مش هعمله كده. الصينيه هحط فيها معلقه صلصه من اللي انا عاملاها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معلقه لحمه بس. هحشي بقى البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدي نضيفه طبعا اهو. احشي بقى كده، عايزه تحشي بمعلقه، عايزه تلبسي جوانتي في ايدك، انت حره اهو. احشي بقى كده وارصه في قلب الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حشيت البطاطس اهو، الصلصه بقى دي كده اهو على الوش. حشيتها، احط بقى الصلصه دي كده على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هدخلها الفرن بقى. طلعت الصينيه من الفرن اهو. انا عايزه اقول لكم طبعا ان الوصفه دي كله عارفها، وصفه قديمه كلنا كنا بنعملها، بس احنا دايما بنفكر نفسنا. افكركم تفكروني، يعني انا بقوم من النوم مثلا عايزه اعمل اكل، بخش اشوف على اليوتيوب عاملين اكل ايه النهارده كده. احنا بنفكر بعض بالاكل بتاع زمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا البطاطس الزبده اهي حبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوا ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.